ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ بحبكم في الله. طبعا النهارده انت حيرانه في الاكل، كل يوم حيره وكل يوم سؤال. النهارده بقى هنعمل وصفه بصي في باب التلاجة كده، بصي كده في باب التلاجة، في عندك بيض، هاتيه وتعالي. ماشي؟ اي عدد بقى إن كان، حسب عدد افراد الاسره اللي عندك. خلاص. عندي بصله، وعندي قرن فلفل حامي من بواقي التلاجة، يعني بنلم الدنيا. خلاص، هنشوحهم كده. وعندك حمص في التلاجة، مفيش هتجيبي تمن حمص او ربع حمص، يعني مش هتجيبي كتير يعني لانه بيفرط. خلاص. بيزيد كميته، بتزيد وبيدي معانا كويس. بنزل بالحمص دوت، انا نقعته لمدة ساعتين في مية سخنة. غسلته كويس، نقيته وغسلته كويس، ونقعته بمية سخنة. بصوا، يعني انا جبت ربع كيلو، ده نص الربع، يعني مش هتحتاجي كمية كبيرة ولا حاجة. خلاص. انا هشوح بقى الكلام ده مع بعضه كده. انا هشوح البصلة مع الحمص ده حمص البلدي اللي هو بتاع الاكل العادي. خلاص كده. هنشوحه لحد ما احس ان خلاص الحمصية بدأت تخش ايه في السوى. ويعني انا بقول لكل حبايبي، عايزة تعملي شوية خضار بطعم بقى مفيش بعد كده، حطي الخضار مع البصل. يعني يا دوبك البصلة تصفر وشوحي الخضار معاها. بسلة، فاصوليا، ماشي، اي خضار بقى، اي خضار، لوبيا، فاصوليا، اي خضار خضراء ناشفه. ماشي. بشوح ده كله واحط ملح واحط فلفل. مفيش بهارات كتير في الاكله دي، هو عباره عن ملح وفلفل بس. ماشي كده. اه، بصوا اللي غيرت لونها اهيت وبدات ايه، اللون الابيض بتاعها بدأ كله يصفر. هنشوحها كده بقى واسيبها ايه لحد ايه ما يدوبك تاخد اللون بتاعها، واحس انها خلاص دخلت في السوا. وحدوا الله وقولوا لا اله الا الله. عندي شفشق طماطم بقى. انتي بتحبي الحاجه بطماطم كتير، ماشي، اللي انتي يعجبك. بصي، الاكل ده مزاج ونكهه وطعم، وكل واحد واللي بيحبه. انا بتحبي الاكل عادي، خلاص. بتحبي الاكل حادق، ماشي. بتحبي الاكل فيه شطه، ماشي. مش تحبوش فيه شطه، ماشي. يعني الحاجه ديت ايه، مزاج. بصوا انا ايه سبتها لما غلت. بصوا الشكشكه، بصوا الحمص اهو. بحس انها ايه، سهله الكسر بتاعي معايا كده. كده هي خدت 3/4 سوا. خلاص. عشان لسه هنحط البيض، ولسه هنحطها في الفرن، فلسه هتاخد سوتين. عندك بقى اي بيض عندك، اي بيض، دي اكله يعني ملهاش مقادير. دي حاجه وانتي وذوقيا وانتي ودماغك وانتي ووقفتك وعدد افرادك اللي انتي هتعملي على قده. خلاص. هنزل بقى البيضه. لا، البيضه دي اللي روحها طويله شويه، معلش، البيضات فيها كتير. خلاص. هنحط البيضة التانية. عايزة تكسري بيضة بيضة في طبق صغير وتحطيها، مفيش اي مشكلة. بس انا عارفة البيض اللي عندي وكويس، فايه مطمنة منه، فعشان كده بكسر الكل على طول على الاكل. خلاص. بنعمل ايه فراغات كده بالمعلقة كده، ونحط فيها ايه البيضة. الاكلة مش مكلفة ولا بتاخد وقت ولا حاجة. عايزة بقى تاكلي الأكلة دي بشوية رز أبيض، ماشي. عايزة تاكلها بالعيش، ماشي، براحتك. أنا بقولك الأكلة دي ملهاش مقادير ولا لها أصول. يعني حاجة كده إيه، بتسد خانة الأكل، وحاجة جديدة. وما بنعملهاش كتير في الشهر، يعني بنعملها في أواخر الشهر كده، في الأوقات اللي إيه اللي الميزانية خلاص ما مش سامحة بقى الفراخ ولحم. وطبعا احنا طالعين من رمضان، فاحنا بندور على الأكل الاقتصادي. حط بقى شوية فلفل كده عشان البيض وزفرة البيض، حبة فلفل، ونزود شوية ملح كمان. واسيبها ايه تشكشك بقى، والبيض البياض البيض يبدأ ايه يمسك نفسه. تمام. حاجة يعني مع شوية بطاطس محمرة، مع شوية بتنجان، يعني اليوم هيعدي. اهو حطيتها بقى في الفرن. بصوا منظرها. شوية بتنجان، عملتش كمان معاها شوية بتنجان، كنت معلقة على بطاطس كمان تتحمر.
فراوده جعانه مش مستنيه البطاطس، فقالت لي ماما انا جعانه عشان ورايا درس، فاضطريت ان انا اغرف لها عشان تاكل عشان تنزل. وبألف هنا وشفا للي هياكل. بصوا، حاجة كده من الآخر، وحاجة ما كلفتناش كتير وموقفناش في المطبخ كتير. اه، بصوا البيض اه مستوي على الهيني، وأكلة تحفة والله العظيم، أكلة تحفة. متنسيش تعمليها لولادك، لو عملتيها لجوزك هيتبسط منك جدا ان انتي وفرتي له اولا، وثانيا عملتي له وصفة ممكن كان اكلها مرة زمان ونساها. فجددي جددي في اكلك. متنسوش بقى اللايك والاشتراك والكومنت الحلو. بحبكم في الله. سلام.